أجمل ما قيل عن راحة النفس: لا تستعجل الأمور قبل أوانها، فإنها إن لم تكن لك أتعبت نفسك وكشفت أطماعك، وإن كانت لك أتتك موفور الكرامة مرتاح البال. ليس في الدنيا على الحقيقة لذة، إنما هي راحة من الألم. ما دنيانا إلا عطش بلا ارتواء، وجوع بلا شبع، وتعب بلا راحة، وحطب يأكل نفسه. لا نجاة من الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا سلامة من الناس. أجمل ما تدعو الله هو أن يهيبك الرضا، فإن رضيت هانت عليك الدنيا. راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الكلام، وراحة القلب في قلة الاهتمام. عندما ترى أبعد من نفسك فإنك قد تجد راحة البال تنتظرك هناك. لا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. لا راحة لك من الخلق، فأرجع إلى الحق فهو أولى بك. لا راحة لحسود، ولا إخاء لملول. ليست اللذة في الراحة ولا الفراغ، ولكنها في الراحة بعد التعب والكدح والمشقة. وراحة اللسان في قلة الكلام. لا راحة لمن تعجل الراحة بكسله. لن تعرف النفس الراحة ولا الانسجام إلا إذا أسلمت وجهها لذات الذوات. لكن السعادة والراحة لا تكونان باعتزال عن الناس أبدا. كسوف البال دليل على رقة الحال، وحسن البشرة دليل على سلامة الصدر. وأن السعادة هي أن تكون مشغولا إلى حد لا تنتبه معه أنك تعيس. العمل والراحة وجهان لعملة واحدة، ففي العمل تشعر أنك تنجز وتنمو وتتقدم، وفي الراحة التي تحصل عليها تشعر بالهدوء النفسي الذي يساعدك في إنجاز أكبر في عملك. إن النفس الكئيبة تجد راحة بالعزلة والانفراد، فتهجر الناس. إن الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن، والرغبة فيها تورث الهم والحزن. سئل أحد الحكماء: أي الأصحاب أبر وأوفى؟ قال: العمل الصالح. وسئل: أيهم أضر وأبلى؟ قال: النفس والهوى. قيل له: فأين المخرج؟ قال: في سلوك المنهج. قيل له: وفيما ذلك؟ قال: في خلع الراحات وبذل المجهود. إن النفس الحزينة المتألمة تجد راحة بانضمامها إلى نفس أخرى تماثلها بالشعور وتشاركها بالإحساس، مثلما يستأنس الغريب بالغريب في أرض بعيدة عن وطنهما. فالقلوب التي تدنيها أوجاع الكآبة بعضها من بعض لا تفرقها بهجة الأفراح وبهرجتها. فرابطة الحزن أقوى في النفوس من روابط الغبطة والسرور. والحب الذي تغسله العيون بدموعها يظل طاهرا وجميلا وخالدا. أجمل رسم هندسي يقوم به الإنسان أن يبني جسرا من الأمل فوق بحر من اليأس والإحباط. والضغوط هي بداية الراحة، والفشل هو بداية النجاح. حين لا نجد الراحة في ذواتنا لن يجدي أن نبحث عنها في مكان آخر. من خرج يبحث عن الحقيقة حكم على نفسه بأن يبقى دائما في الطريق. ينام المتعب على وسادة من الحجر ليستريح، أما الكسول فلن يجد الراحة ولو على وسادة من ريش. الراحة الحقيقية هي أن ترتاح من نفسك، أن تجد ما يشغلك عنها. المقياس النهائي للرجل ليس حيث يقف في لحظات من الراحة، ولكن أين يقف في أوقات الصراع والجدل. عمل العقل راحة القلب. ليست اللذة في الراحة ولا الفراغ، ولكنها فيما ألذ. ولكن اللذة في الراحة بعد التعب الشديد. من عرف قدر الجزاء صبر على طول العناء، ولا عبر أحد إلى مقر الراحة إلا على جسر التعب. فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب. من طلب الراحة بالراحة حرم الراحة، فيا طول راحة المتعبين. لا سعادة تعادل راحة الضمير، ولا راحة لمن تعجل الراحة بكسله. العقول مثلها مثل الأجسام، غالبا ما تسوء حالتها جراء الراحة الزائدة. الراحة إذا طالت تولد الكسل، والجهد إذا زاد من حده يولد الثورة. الزهد في الدنيا راحة كبرى. قال الرأس للسان: ما دمت أنت جاري فلن أعرف الراحة في حياتي. إن الزهد في الدنيا
راحة القلب والبدن، والرغبة فيها تورث الهم والحزن. والله قد جعل الأيام دائرة، فلا ترى راحة تبقى ولا تعبا. إن الراحة هو الشعور النفسي والجسدي، يقال عنه أيضا أنه الشعور باليسر. ودائما ما تأتي كلمة الراحة ملحقة بكلمة مثل راحة البال، ويعتبر نوع من الراحة الداخلية والرضا عن النفس والشعور بالطمأنينة. لا شيء أجمل من ابتسامة تكافح للظهور ما بين الدموع. ما أجمل أن تكون شخصا كلما يذكرك الآخرون يبتسمون. زخارف الدنيا أساس الألم، طالب الدنيا نديم الندم، فكن خالي البال من أمرها، فكل ما فيها شقاء وهم. لا محب لسيء الخلق، كن كمن لا يبتغي محمدة الناس ولا يكسب ذمهم، فنفسه منه في عنائه والناس منه في راحة. أعد تقييم كل ما قيل لك، وتخلص من كل ما يلحق الضرر بروحك ونفسك. عندما أجلس بمفردي يظن الجميع إنه الاكتئاب، ولكنها لحظة راحة بعيدا عن تطفلات البشر. كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. قيل وكيف ذلك؟ قال بأخلاقكم. دنيانا هي بدون إيمان خواء وخراب وظلمة وتيه وسعي في لا شيء. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. قيل يستدل على تقوى الرجل بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر على ما قد فات. الغزال الجريح عن سربه ويتوارى في كهفه حتى يبرأ أو يموت. الفارق بين طالب الشهرة وطالب المجد أن طالب الشهرة معه ترمومتر يقيس به مستوى الثناء الذي قيل في حقه، بينما طالب المجد لا يهمه مديح الناس له، فهو عارف لنفسه واقف على حقيقتها، لا يغلب جهل الناس به علمه بحقيقته. قد يتأخر الفرح، وقد تنقبض الصدور وتنحبس السعادة، لكن الفرج حتما سيأتي بألف طريقة ولون، طالما أننا نؤمن بأن الله قدر لنا كل شيء لسبب. لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، وأغنم من الحاضر لذاته، فليس في طبع الليالي الأمان. رغم حاجتنا للوحدة في كثير من الأحيان، لكن السعادة والراحة لا تكونان باعتزال الناس أبدا. من انتظر الفرج كتب على ذلك الانتظار، لأن انتظار الفرج حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله هو عمل صالح يثاب عليه الإنسان. فتفاءل بالخير ولا تقنط من رحمة الله وتبتئس.